النداءات مستمرة وبشكل كبير جدا تصل عبر المرصد من أجل وقف المجازر المستمرة بحق أبناء الطائفة العلوية وعملية التهجير في قرية بسيسين بريف جبلة أطراف مدينة جبلة. كان هناك قتل 3 أشخاص الآن في إعدام بدم بارد، أحدهم مقعد. أيضا في جبيبات في جبلة أيضا عمليات إعدام تجري في الشوارع. في مدينة بانياس تهجير بأحيائها الشمالية أو لأبناء الطائفة العلوية، حتى أنهم قالوا هذا باص من أجل الخروج من المدينة أو باتجاه المساجد. عمليات إعدام أيضا جرت في هذه المدينة المفارقة. كنا نعتقد بأن فقط ما يتعرف بالقوات الرديفة هي التي تقوم بالإعدامات. تبين أنه ليست قوات رديفة مثل ما قالوا، بل أن هناك مقاتلين من جنسيات غير سورية كأوزبك وغيرهم أيضا يشاركون بعملية الإعدام. وأيضا المحزن بأن عمليات الإعدام تجري بالتزامن مع قضية إحراق لمنازل، قضية سرقة للممتلكات، قضية تهجير ممنهج من قبل هذه المجموعات. وجهنا نداء لرئيس الشرع، نأمل أن يكون هناك حياة لمن تنادي، لأنه إن لم تكن هناك حياة لمن تنادي كارثة. يسلم السلاح وليبقى السلاح في يد الدولة، ولكن دور الدولة أن تحمي المواطنين، لا أن تقتل المواطنين، لا أن ترتكب المجازر. نحن نتحدث عن المجازر التي حصلت أمس، 340 الذين تمكن المرصد من توثيقهم، لكن العدد أكبر من ذلك بكثير. قبل دقائق قبل أن أخرج على الهواء أحد الفتيات من هي ممرضة من أبناء الطائفة العلوية تبكي، قال إذا دخلوا علينا بدي أقول لهم أنا سنية مشان ما يقتلوني. طيب هل وصلنا في سوريا لهذه الدرجة؟ من العار أن نصل إلى هذه الدرجة. لذلك أقول حتى حادثة حدثت في جبلة، أحد المواطنين هو من حلب نزل ليتحدث مع هؤلاء المقاتلين، قالوا لهم أنا سني من مدينة حلب، قالوا له هات جهاز التليفون، كسروا جهاز التليفون، أعطينا مفتاح السيارة، قاموا بإحراق سيارته. لذلك أقول أن هناك حوادث قتل تجري على أساس طائفي. أي مدن يتركز أو تتركز في هذه الأحداث؟ أي مدن على الساحل السوري؟ لا مدينة بانياس، ريف جبلة، ريف اللاذقية، كل ما دخلوا ريف طرطوس قبل قليل يبكي أحد الشبان المعارضين، يبكي قال اقتربوا الشيشان منا، اقتربوا الأوزبك منا، نخشى أن نقتل. رجاء وجهوا نداء لمن يسمع هذا النداء. لذلك أقول الموقف هو جد إجرامي بشكل حقيقي وليس عاطفي وليس إعلامي.